أهلا وسهلا في بيت العالميين. هنا نعيش شغف النصر. هنا نتابع كل خبر، كل صفقة، وكل هدف يهز الشباك ويهز القلوب. قناتنا مش بس تنقل أخبار نادينا الحبيب، إحنا نعيش الحدث، نحلله ونحس فيه. من قلب الرياض، من مدرجات مرسول بارك، نوصل لك كل جديدة عن فارس نجد لحظة بلحظة. جهز نفسك للانطلاق، لأن العالم ما يعرف المستحيل ودايما في ينتظر النصر فحوصات غريب قبل مواجهة الاتحاد. غياب يثير القلق داخل النصر قبل كلاسيكو الاتحاد في دوري روشن. بعد الفوز على جدة، جيسوس يستبق مواجهة النصر والاتحاد بتحذير ناري لأندية دوري روشن. عائلتي تحب العيش هنا. كريستيانو رونالدو يكشف عن حياته في السعودية ويؤكد: هذا الأمر الأهم بالنسبة لي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة، المصدر الأول لأحدث أخبار الكرة السعودية، من قلب الملاعب إلى كواليس الأندية. هنا نوافيكم بكل جديد عن الدوري السعودي، نجومه، صفقاته وتحليلات لا تجدونها إلا هنا. فخليكم معنا وخلونا نبدأ جولتنا الكروية. ينتظر الجهاز الفني لنادي النصر السعودي بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس معرفة موقف عبد الرحمن غريب لاعب الفريق من مواجهة الاتحاد الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري. وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن عبد الرحمن غريب سيخضع لفحوصات طبية اليوم بمقر سكن الفريق في جدة لمعرفة مدى قدرته على المشاركة في مواجهة الاتحاد الجمعة المقبل، بعد تعرضه لآلام بسيطة في العضلة الضامة أمس خلال لقاء جدة. وكان النصر قد فاز على جدة برباعية نظيفة أمس ضمن منافسات دور 32 من بطولة خادم الحرمين الشريفين، وتأهل إلى دور الثمن النهائي. كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة داخل نادي النصر الذي يستعد لخوض مباراة غاية في القوة ضد نادي الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن للسعودي للموسم الكروي 2025-2026. غياب في صفوف النصر قبل مباراة الاتحاد. وأعلن عبد العزيز العصيمي عبر تغريدة على منصة إكس عن مغادرة اللاعب ويسلي للانضمام إلى منتخب بلاده استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاما المقامة في تشيلي. ويأتي هذا الإعلان وسط استعدادات نادي النصر لمواصلة المنافسات المحلية بعد تحقيق إنجاز جديد بالتأهل إلى دور 16 من بطولة خادم الحرمين الشريفين. استبق جورج جيسوس المدير الفني للنصر مواجهة الاتحاد يوم الجمعة القادم في دوري روشن السعودي بتصريح ناري حمل تحذيرا شديد اللهجة لجميع أندية دوري روشن السعودي. فماذا قال؟ نجح النصر في تخطي فريق جدة في دور 23 من كأس خادم الحرمين الشريفين ب4 أهداف نظيفة مساء أمس. وسجل أهداف الفريق الثلاثي ويسلي وجواو فيليكس ومحمد سيماكان، بجانب هدف عكسي لفيصل عمر لاعب جدة. من جانبه أبدى جيسوس سعادته بتخطي الفريق الجداوي، مشيرا إلى أن فريقه سيطر على اللقاء تماما ومنذ البداية. وخلال التصريحات بعد المباراة، وجه المدرب السابق للهلال تحذيرا ناريا لجميع أندية دوري روشن السعودي، مفاده أن لا أحد يستطيع الصمود أمام هجوم النصر حاليا. إذ قال: جدة قدم مستوى جيدا وهو فريق جيد في دوري يلو، لكن لا أحد يستطيع الصمود أمام هجوم النصر حاليا. المدرب المخضرم أوضح أن حرصه على عدم إجهاد اللاعبين كان السبب في إبعاد البعض عن المباراة، وعلى رأسهم النجم والهداف كريستيانو رونالدو، خاصة أنه ينتظر مباراة كبرى أمام الاتحاد. وأضاف: لم أشرك رونالدو والعديد من اللاعبين منذ البداية لأنهم لعبوا مباراة قبل 3 أيام. حرصت على الحفاظ على جاهزيتهم البدنية، خاصة مع ضغط المباريات، حيث نعمل على إعدادهم ذهنيا وبدنيا للمباريات القادمة.
احتفل الأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم باليوم الوطني السعودي والذي يوافق 23 من شهر سبتمبر. رونالدو ظهر مرتديا الزي السعودي احتفالا باليوم الوطني، وذلك في مقطع فيديو نشره نادي النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس مساء الثلاثاء. كريستيانو رونالدو وعائلته يحبون العيش في السعودية. في البداية أكد الأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم أن المملكة العربية السعودية مكانا رائعا ليعيش فيه أي شخص. وأضاف رونالدو أنه بالنسبة إليه الأمر الأكثر تميزا في السعودية هو أن هذا البلد آمن. وشدد الأسطورة البرتغالية على أنه يحب التواجد في السعودية، وعائلته أيضا تحب العيش في هذا البلد العظيم. وكشف رونالدو عن أنه يقوم بعديد الأشياء في السعودية مثل زيارة الأماكن السياحية، قائلا: السياحة هنا ممتازة، الكثير من الناس لا يعلم عنها حتى الآن. وأعرب الأسطورة البرتغالية إعجابه الشديد أيضا بالمدارس التي يتواجد فيها أطفاله، واصفا إياها بأنها جميلة جدا. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان توصلكم كل الأخبار أول بأول. كرتنا السعودية تستحق المتابعة، وإحنا هنا عشان ننقل لكم كل التفاصيل لحظة بلحظة. كان معكم المشجع النصراوي، نراكم في فيديو قادم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حارس المرمى الأساسي لنادي النصر السعودي أمرا يرهق الجهاز الفني للعالمي بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس أيلال الموسم الجاري. أزمة حراسة المرمى في النصر مستمرة، ويرغب خورخي خيسوس في اللعب ب8 لاعبين أجانب في تشكيل الفريق بدون إشراك حارس المرمى البرازيلي بينتو، لذلك يحاول الاعتماد على العناصر المحلية. خيسوس يواجه أزمة متكررة بعد اتخاذ هذا القرار، حيث تتكرر إصابات الحارس نواف العقيدي الذي يغيب حالياً بسبب إصابته الأخيرة، بينما غاب في 2024 لأسابيع عدة بسبب الإصابة مع النصر أيضاً. ويجد خيسوس نفسه أمام قرار إشراك الحارس راغد النجار بديلاً للعقيد المصاب صاحب 28 عاماً والذي يفتقر للخبرة، كما أنه لم يكن موفقاً مع الفريق حين لعب أمام العين الإماراتي في الموسم قبل الماضي في دوري أبطال آسيا. ويعمل نادي النصر على إنهاء هذا الملف خلال الفترة المقبلة، تحديداً في النافذة الشتوية، من خلال ضم حارس أجنبي جديد أو فسخ عقد بنته وجلب لاعب أجنبي بدلاً منه، والاعتماد بشكل نهائي على الأسماء المحلية في مركز حراسة المرمى. لكن عشق النصر ما له نهاية. تابعنا دايما علشان توصلك الأخبار أول بأول من قلب الحدث ولعيون العالميين. واذكر دايما، النصر مو بس فريق، النصر قصة فخر، مجد، وتاريخ ما يتكرر. خلكم معنا لأن القادم أعظم، والعالمي دايما في القمة.